انت راك مع الراي اللي باش نحلوا الحداده ولا نخليوها مبلعه كيما راها اليوم؟ راني مع الراي اللي يحلوا الحداده خويا، خاطش علاه يحلوا الحداده الناس تعاني بزاف. والا كاين حاجه البديل، يديروا البديل، الدوله دير البديل، دير مصانع، دير تنمي اقتصاديا، تنمي الحركه كيفاه. ولا ما ينميوش الحركه، الا على بالهم بلي ما يقدروش ينميوا الحركه اقتصاديا من عند السلطات تاعنا هذه، يفتحوا الحدود ويراقبوها. هذه هي. احنا بطريقه قانونيه هي الفائده عندنا نتعاملوا مع المغاربه، راهم جوارينا، عندنا لافامي تاعنا، عندنا احبابنا، عندنا كل شيء. كاين واحد الصوالح، كاين بزاف، كاين واحد الامور بزاف هاد الحداده هذه. لازم هذا الامر هذا لازم الناس هادو تفتحوا لهم كل حاجه، كما فتحتوا الولايات خلاف وديتوا لهم الخدمه وديتوا لهم الطريق، البنيه، الخدمه، الشوانط، يعني كل حاجه. لا ماذا بينا احنا نحلوها خير. انا عندي والشيره اختي يعني في 18 عام ما شفتهاش. ملي تبلات الحداده مازال ما شفتهاش. مسكينه ضلت تبكي وضلت لغادنا باش نمشيو نشوفوها. الله غالب دروك. حنا دروك حنا كيما نقولوا حنا في هذه البلاصه تاع الحدود حنا خوت وحباب. الرفوض هذاك الا كانش ضرر للبلاد هذيك واه، اذا كان ضرر بحاجه اللي ما تهمش البلاد هذيك اودي ما غير ما يشقاش. وكاين الناس اللي عندهم بني عمهم تما وفاميلتهم لا بدا يشوفوهم 20 سنه 15 سنه ما شافوهمش، كان اللي نسابهم تما. زعما تكون واحد المحله قانونيا كما كانت زمان بكري، كانت قانونيا محلوله الناس تمشي وتجي، وكاينه دوله تراقب الامور. ماذا بينا على مستفاده لينا، واحد يكون عنده فاميلته يروح يزور فاميلته ويجي. دروك هذه اللي حداده مبلعه، واحد يبغي ما يشوف فاميلته، بالك عنده خوه لهيه، بالك عنده امه لهيه، يشوفها. اذا كان فتح الحدود يكون باتفاقيات يخدم الشعبين، حنا رانا موافقين، خاطر مدينه مغنيه منطقه حدوديه، وراكم عارفين باللي فتح الحدود راح يتم في يعني تسريع العمليه تاع التنميه نتاع مدينه مغنيه. كيما انا عندي فاميلتي لهيه، عندي خويا راه في 4 سنين ما شداش. انا لو كان يحلوا الحداده نروح نشوف خويا، وخويا جي عندي. موافق باش يحلوا الحداده. علاش؟ باش نخدموا على رواحنا. ما كاينش خدمه؟ ما بقاتناش خدمه حنا في مغنيه كاع. وكي تحل الحداده واش تخدموا؟ نخدموا نوفيكا ولا رواحنا، نخدموا شويه مازوت، نخدموا شويه خضره، شويه حور، شويه طوماطيش، ندخلوا شويه ديسير. ندخلوا على المغرب، حنا ما عندنا والو. المناطق الحدوديه هذه فاش تستافد كي نحلوا الحداده؟ ما استفدنا والو. كما نقولوا حنا، كما نقولوا الشعب، كما نقولوا يخدم على راسه. كما نقولوا خصنا تنميه باش تبلع عليه الحداده، دير لهم تنميه وزينات، فاهم، باش الناس تخدم على راسها. هي كون نحل في الحقيقه وتكون الدعوه بلي عندنا تما عائلات وهنا عائلات، احنا نساب كاع، كان اللي خو لهيه كان اللي اختها لهيه، وما يشوفوش بروحهم بيناتهم ب3 سنين ب4 سنين ب10 سنين. الحدود تاعنا تحل، والمغاربه تاعنا وحنا تاعهم وكاع كي تونس ليبيا المغرب كاع، مغرب عربي كاع، احنا خوت مسلمين وعرب. ماذا بينا السلطه المعنيه ماذا بها تشوف وتخرج واحد المخرج منا من هذه الحدود. ماذا بينا يا رب العالمين، نحن نطلبوا ان شاء الله ان شاء الله قدره تاع كي نحلوا الحداده يكون هناك نشاط اقتصادي وتجاري بالسيف، يكون نشاط على المستوى الوطني، يكون نشاط ماشي مغنيه بلد مغنيه ولا بلد تلمسان ولا تلمسان على كل شيء. لا موافق. لا كاين علاش راك موافق؟ كاين اللي الزوجه تاعه من المغرب، وكاين اللي مغربي دايم الجزائر منها، كما نقولوا صله الرحم. هذه حاجه اساسيه في كما نقولوا في الدنيا وفي المعيشه وكل شيء. هذه بسبب الزيارات ونتلاقاو الاخوه بيناتنا، والسياحه تكون عندنا. حنا هنا في الجزائر حنا عندنا السياحه في الجزائر، وين راه السياحه؟ احنا الحدود رانا نطلبوا باش يفتحوها بطريقه رسميه وقانونيه. يعني الا كان يعني الناس اللي مساكنين على اطراف الحدود هما ناس فلاحين، ناس مزارعين، الا كان قادرين باش ينافسوا المغرب الشقيق من الناحيه الاقتصاديه ومن ناحيه الخضروات ومن ناحيه المواد الزراعيه، احنا رانا موافقين. مع القول تاع الحل الحدود، وإلا ما حلوش الحدود يديروا البديل هنا في مدينه مغنيه. هما مؤسسات هنا قداش بلعوهم. هذه ما لا مفر من ذلك، فيها حركه اقتصاديه تجاريه، الامور تتبدل، فيها حركه كبيره كاع. دابينا نتحلوا الحداده باش الشعب هذا مسكين كاع راه مضرور كاع. كانت واحد اصحاب برا كاع ما راه والو، اللي كان يخدم راه يخدم الجورنيلي، راه يخدم مع المنافري ماصوب. الباسبور تاعك تمشي خويا قانونيا، انت
تمشي تحوس يومين 10 ايام براسك انت حوس ولي لبلادك ما فيها حتى ضرر. مشيتنا حنا ما كاش ضرر. تسمى هذه الامه هذه خصها تتوحد، الا باغيين نطلعوه، الا باغيين نتقدموا، الا باغيين نطوروا خص توحد. كاين مشكل تاع المخدرات يا خويا، السلطات تقوم بالدور تاعها، كاين السلطات العسكريه والامنيه تقوم بالدور تاعها ويحلوا هذه الحدود. قانونيا صح، هذه قانون الدوله ملي قضيه التهريب اللي راه واقعه حتى نهضروا بطريقه قانونيه، نمشيو للباسبور. قانونيا قانون الباسبور يحلوها ويديروا لها وضعيه على الصرف، على الفلوس، على كل شيء. حنا ماذا بينا نمشيو عند عمومنا واخواننا في المروك وما يجوا، لكن يديروا لها وضعيه ما يبقاش الفوضى. اجل المصلحه يعني او ضد مصلحه المواطن الجزائري. احنا عندنا ما نديروا فتح الحدود، الا كان فتح الحدود بطريقه قانونيه اللي يخدم الشعبين احنا موافقين، والا كان لا احنا رافضين فتح الحدود. كانت هذه انطباعات وآراء سكان مدينة مغنية حول موضوع مشكل الحدود الجزائرية المغربية. في الأخير مشاهدينا، لاقتراحاتكم ما عليكم إلى أن تراسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة، دون أن ننسى الطاقم التقني الذي رافقني في هذا العدد، كمال عبيد وبوسيف حري.